تتواصل التغطية لليوم الثاني على التوالي حول أقرب الاحتمالات في سوق الانتقالات اللاعبين فيما يعرف بالميركاتو الشتوي. الغاني الدولي كيفن برينس بواتينغ عاد إلى ناديه ميلان في صفقة حرة، وتشير التقارير أن النادي الإيطالي عرض على الغاني عقدا قصيرا لغاية نهاية الموسم. بواتينغ كان يتدرب مع ميلان منذ سبتمبر أيلول الماضي إثر عقوبته غير محددة الأجل من قبل ناديه الألماني شالكا. مانشستر سيتي مهتم بخدمات لاعب إسبانيا الدولي وريال مدريد إيسكو البالغ من العمر 23 عاما وجد صعوبة في فرض نفسه مع المدرب بينيتيز، لكن ذلك قد يتغير مع مجيء زين الدين زيدان. مانشستر سيتي لم يجري اتصالات بعد مع ريال مدريد، لكن قيمة اللاعب في حدود 40 مليون يورو. ريال مدريد قد يعزز صفوفه أيضا، وقد يتجه إلى مانشستر يونايتد وينزع منه المدافع الأيسر الأرجنتيني الدولي ماركوس روخو سينافس البرازيلي مارتشيلو، خاصة وأن روخو لا يلعب كثيرا في فريق المدرب لوي فان خال. إنتر ميلان وميلان مهتمان بخدمات لاعب جناح لاتسيو الإيطالي أنطونيو كاندريفا البالغ من العمر 28 عاما الذي ينتهي عقده نهاية الموسم. مدافع تشيلسي إيفانوفيتش لم يبقى من عقده إلا 6 أشهر، وكان الميلاد زوري قد أبدى اهتمامه به في بداية الموسم وقد يكرر ذلك، ولكن الصربي قد يفضل البقاء في تشيلسي لغاية الصيف ليكون حرا من أي عقد، وبالتالي يحصل على مبلغ مغري. كوريثيانس البرازيلي حسب تقارير من البرازيل توصل إلى اتفاق مع فريق تايجن الصيني لبيع نجمه ومهاجمه البرازيلي باتو الذي كان معارا لساو باولو الموسم الماضي. إنتر ميلان ومانشستر يونايتد مهتمان بخدمات الجزائري الدولي سفيان فيغولي لاعب وسط ميدان فالنسيا. علاقة مدرب فالنسيا الإنجليزي غاري نيفل بناديه السابق مانشستر يونايتد قد تؤثر على وجهة اللاعب المستقبلية الذي لعب 133 مباراة لصالح فالنسيا منذ 2010.